يا إخوان، وحق هذا منبر الحسين، وأنا ما أحكي بهاي المواضيع إلا قليل. وحق هذا منبر الحسين اللي أنا قاعد عليه، وأنا عندي منبر الحسين مقدس. ومع الأسف الدنيا تجبرني أن هيك أحكي، مع الأسف وصلنا إلى مرحلة أنا أتكلم بهاي اللغة. أنا قبل المنبر ب3 دقائق قالوا لي أخوك مات، قلت لهم أخويا ما أعرفه، منبر الحسين أكبر من أخويا. أنا هاي ما ودي أحكيها، بس الدنيا تجبرنا نحكيها مع الأسف، أن نوصل هيك مرحلة نحكي هيك حكي. قالوا لي أخوك مات، قلت لهم أخويا ما أعرفه، أقرأ مجلس الحسين أكمل أبكي على أخويا. وحق هيك أقدس منبر الحسين، وحق هذا منبر الحسين. كل شاب عراقي انقتل من بداية الاحتجاجات إلى اليوم أموت معه 1000 موتة وأنا في البيت. وحق هذا منبر الحسين. كل شاب انقتل متت وياه 100 موتة. تمرضنا، أنا خلال شهر مريض الآن. شنو هالمأساة هاي؟ شنو هالألم هذا؟ طلعوا اعترفوا أمام الناس، قولوا فشلنا. قوة أمام شعب ما تنجح. إعطاء حقوق الشعب هو اللي ينجح. شعبنا يريد ياخذ حقوقه، من حقه أن ياخذها بشكل سلمي. وإذا عاف سلميته راح ينطي مبرر الغيره أن يستخدم القوة وياه. ابقوا سلميين، حافظوا على السلمية، قعدوا بأماكنكم وطالبوا بحقكم، لا تقومون من أماكنكم إلى أن تأخذون حقكم. والمرجعية قالت لكم باركت عملكم، قالت لكم إصلاح، قالت لكم كذا، عبرت عن قتلاكم بالشهداء، قالت دماء زكية، وقفت وياكم. وهذا حال الأعمام الشيعية هنا.